مش معنى بقى ان بقول لك خلي فيه امتنان او احمد ربنا على اقل حاجه بدعو لك للفقر او بخليك تفضل مكانك. لا، الحمد لله عندي شقه صغيره، في غيري ما عندهوش، بس الفتره محدده. مفيش مانع يعني ان انا احلم اجيب فيلا، مفيش مانع مثلا احلم اجيب تليفون احسن، عربيه احسن، ازود دخلي، اطور من نفسي. لازم يكون عندك عقليه التطوير. جبت واحد يلا اتنين، جبت العشرة يلا نخطط لل20. مفيش وقف، انت هتقف هيتداس على وشك. الزمن ما بيرحمش دلوقتي. ده الدولار كان ب 2 جنيه بقى ب 30 بقى ب 50 وقت كتابه السكريبت. وقت تصوير الفيديو بقى تقريبا بقى ب 65 ولا حاجه، الله اعلم وقت ما ينزل هيبقى وصل كام. يعني ربنا يستر ما يبقاش الدولار عمال يزيد وانت قاعد بتحمد ربنا على الجنيه اللي في ايدك وانت ما بتسعاش لغيره. هيتداس عليك، ومهما كان ايمانك قوي لازم هيتهز، وهترجع ترمي فشلك على ليه يا رب بيحصل لي كده ومش عارف ايه، وتقعد تدور في شماعات. انت اللي غلطان يا معلم من الاول، وانت اللي فضلت قاعد في الحته اللي انت قاعد فيها، قاعد في نفس الشقه، في نفس الوظيفه، في نفس الحياه، في نفس كل حاجه. مفيش تطوير في اي حاجه. انت اللي قاعد في الزون اللي انت فيها دي، خليها تريحك بقى. زي ما بيقولوا يعني بتاع تطوير الذات، الكومفورت